السلام عليكم أيها الأصدقاء. قرية بئر خيبل شانغجي الصينية هجرها أهلها فورثتها الطبيعة. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. قرية بئر خبيل شانغجي الصينية هجرها أهلها فورثتها الطبيعة، وتحولت من قرية مهجورة إلى فسيفساء جميلة. كانت هناك قرية صغيرة تقع في جزيرة شانغشان الصينية عند مصب نهر يانغتسي. كان يقطنها الصيادون، والذين كانوا يمارسون حياتهم وهواياتهم وأعمالهم في صيد الأسماك. ولكن مع مرور الوقت وفي ظل فترة ما أشيع في الصين هجرة سكانها من الأرياف إلى المدن، ولذا هجر سكان القرية. وبعد سنوات غزت الأشجار والنباتات القرية بأكملها، وأخذت تتوغل حتى تسلقت جدران المنازل إلى أن غمرتها. وبعد فترة وجيزة غدت البيوت وكأنها قطعة لا تنفصل عن الطبيعة، فتحولت جميعها إلى ساحات شاسعة من الخضرة والأشجار، كي تجسد هذه القرية ملحمة جديدة لانتصار الطبيعة على هجران البشر للأرض وفرارهم من مواطنهم. ومن هنا أقول: عندما تستحوذ الطبيعة على شيء ما تخلف وراءها لوحة غاية من الجمال، عكس الإنسان عندما يستحوذ على شيء لا يخلف وراءه سوى الخراب والدمار. في النهاية، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة.